السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتنا وحبايبنا طلاب تانية ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالى يا باشا صلي على النبي كده واسمع مني جرامر يونت 3. كان بيتكلم في حاجة اسمها الادجكتيفز، الصفات والادفيرب، الحال او الظرف. طيب تعالى نتكلم ان الادجكتيف او الصفة بستخدمها علشان اصف اسم، انما الادفيرب اللي هو الحال او الظرف بستخدمه علشان اصف الفعل اللي انت بتعمله. صليت على النبي. طب انا دلوقتي محتاج اعرف هي الصفة بتبقى مكانها فين بالظبط علشان تعرف هنا انت تحط صفة ولا حال. فتعالى نقول اماكن الصفات كده واحفظها معايا. صلي على النبي يا باشا. هي الصفه موجوده فين؟ قبل الاسم، بعد الفيرب تو بي. اول مكانين اهو، قبل الاسم وبعد الفيرب تو بي. يعني هي بتيجي قبل الاسم، قبل النون على طول، وبعد الفيرب تو بي اللي هو ام واز وار ووز ووير. بس لازم تكون عايده على الاسم. يبقى قبل الاسم بعد الفيرب تو بي. طب رقم ثلاثة، بعد الحال بعد الافعال. بعد الحال يعني بعد الادفيرب بتحط adjective، بتحط صفه. طب وبعد الافعال ازاي يا مستر؟ بعد الافعال واحنا عندنا اصلا اي افعال؟ لا يا باشا، شويه افعال لازم تبقى حافظها، اللي هي ايه؟ لوك وسيم ساوند ابير. اسمها ايه؟ لوك وسيم ساوند ابير، فيل وتست سميل وتاتش، جو وجيت، كم وبيكم، ستي وجرو. صليت على النبي. الافعال دي يا باشا لازم يجي وراها adjective، لازم يجي وراها صفر. يبقى قبل الاسم، بعد الفيرب تو بي، بعد الحال بعد الافعال، بعد الضمائر الغير محدده. بعد الضمائر الغير محدده اللي هي ايه؟ زي something، anywhere anything، no one nothing، والكلام اللي انت عارفه ده كله اللي هي الضمائر غير محدده. ركز بقى معايا في الملحوظه دي. انا عندي حاجه اسمها صفات الآ. صفات الايه؟ صفات الآ. ليه بنسميها صفات الآ؟ علشان بتبدأ بحرف الايه. زي alone، زي alert، زي ashamed، زي alike، زي alive، زي awake، زي asleep. هي دي كلها اسمها صفات الآ علشان بتبدأ بحرف الايه. طب ايه الملحوظه اللي هنا؟ قال لك ان صفات الآ دي لا يأتي بعدها اسم. يعني ما ينفعش تيجي تقول he is a sleep boy، ما ينفعش. طب يا باشا انا عندي الملحوظه اللي بعد كده، بيقول لي انا عندي صفات عاديه وصفات قويه. يعني ايه صفه عاديه؟ الصفه العاديه زي ما اتفقنا هي صفه مش مبالغ فيها، صفه عاديه قوي. فانا محتاج ازودها شويه، يعني الكلمه اللي هتيجي قبلها هتيجي بمعنى جدا جدا جدا. يعني ايه جدا جدا جدا؟ يعني كلمه زي كلمه very، فاللي هيجي بعد very يبقى صفه عاديه، ما ينفعش تيجي صفه قويه. طب ايه الصفه العاديه والصفه القويه اصلا؟ يعني مثلا كلمه tired، tired انت تعبان عادي. انما كلمه exhausted، لا exhausted دي ده انت ميت من التعب. كلمه hungry، hungry يعني انت جعان. انما لا، ده انا اقول لك starving، ده انت ميت من الجوع. هي دي الفرق ما بين الصفه العاديه والصفه القويه. فالصفه العاديه محتاجه كلمه بمعنى جدا جدا جدا، زي very، زي extremely، زي fairly، زي quite. انما الصفه القويه محتاجه كلمه بمعنى بالكامل او بالشامل او بالتحديد، زي كلمه completely، absolutely، definitely. ده كله بيجي قبل الصفه القويه. الملحوظه اللي بعد كده يا باشا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت لو عندك صفه زي كلمه poor مثلا، poor يعني فقير، او rich يعني غني. انا عايز اجمعها، عايز اقول للفقراء، هتقول the poor او poor people، هتقول the rich or rich people. يبقى انا ممكن اجيب قبلها the او اجيب بعدها people. انا كده جمعتها، جمعت الصفه يا باشا، لان الصفه لا تجمع، ما ينفعش احط لها اس. يا باشا بقى نتكلم في حاجه اسمها الادفيرب اللي هي الحال او الظرف. زي ما اتفقت انا وانت، انا قلت ان الحال او الظرف بيصف الفعل. يعني انا مش هصف الشخص، لا ده انا هصف الفعل بتاع الشخص، الحاجه اللي هو بيعملها. صليت على النبي. طب هي الاماكن بتاعه الحال فين؟ يعني امتى اقول لك ده المكان ده بتاع الحال؟ يا عم صلي على النبي الاول. يبقى الاماكن بتاعه الحال ايه يا باشا؟ بعد الفعل وقبل الصفر. بيجي بعد الفعل يا اما قبل الصفر. طب المكان الثالث بين المساعد والاساسي. يعني ايه بين المساعد والاساسي؟ قصدي اقول لك بين الفعل المساعد والفعل الاساسي. لو طلب منك كلمه لازم تحط الادفيرب اللي هو الحال، اللي هو في الاغلب اخره ال واي. المكان الرابع يا باشا بقول لك ان هو بدايه او نهايه الجمله. يعني لو طلب منك كلمه في اول الجمله او كلمه في اخر الجمله، انت في الاغلب بتقول ان ده حال او ادفرب اللي هو ظرف او حال يعني. طيب بعد كده اخر اتنين، قبل وبعد المفعول، قبل وبعد البي بي. يعني قبل وبعد الاوبجكت. المفعول ده الحاجه اللي وقع عليها الفعل، يا اما قبلها يا اما بعدها ينفع يجيب ادفرب. طب قبل وبعد البي بي التصريف الثالث للفعل، لو طلب منك كلمه قبلها يبقى ادفرب او كلمه بعدها يبقى ادفرب. ركز بقى في الملحوظه دي عشان مهمه جدا جدا جدا. الملحوظه دي بيقول لك إيه يا باشا؟ لو انا عندي صفه عاديه زي كلمه كوايت، كوايت اللي هي هادئ، انا عايز اقول هو بيتكلم بطريقه هادئه بشكل هادئ، فاقول كوايتلي. يعني انا حطيت لها ال واي. فكويك معناها سريع، كويكلي معناها بشكل سريع او بسرعه يعني. قصدك تقول لي ان انا اعرف اجيب الحال من الصفه لما احط لها ال واي. بس يا مستر، ده في شويه كلمات اللي هي صفات اصلا اخرها ال واي، زي كلمة فريندلي مثلا. فريندلي معناها ودود، أو لافلي برضو، ما يعني ودود محبوب، حاجة كده في اللذيذ منه. كلمة fatherly، motherly، sisterly، brotherly. الكلمات دي أصلا أحوال ولا صفات؟ يا مستر ده آخرها ال واي، صفة.
الكلمات دي اصلا صفر. طب انا لما احب احولها لحال، هتحط لها ال واي تاني؟ استحاله طبعا. فانا بجيب جملتين كده عايزك تبقى حافظهم. ان الصفه واي، ان الصفه مانر. يعني ايه ان الصفه واي؟ يعني كلمه فريندلي هقول لك ان فريندلي واي. طب كلمه لافلي هقول لك ان لافلي واي. كده بقت حاجه. طب انا عندي بقى شويه كلمات لازم تاخد بالك منهم جدا جدا. اولا شويه الكلمات دول هو شكلهم هو صفه وهو حال في نفس الوقت من غير ما اغير اي حاجه. يعني كلمه زي كلمه فاست مثلا، او كلمه زي كلمه هارد او هاي او enough او straight. الكلمات دي كلها يا باشا بقول لك ان انت مش هتغير حاجه فيها. هي لو جت hard معناها صعب او بشكل صعب، لو جت مثلا straight معناها مستقيم او بشكل مستقيم، لو جت enough معناها كافي او بشكل كافي. بص في نفس الشكل انا مش بغير حاجه، بس على حسب المكان. فانت دلوقتي حافظ اماكن الصفه يبقى دي صفه، حافظ اماكن الحال يبقى دي حال. برضه في مجموعه كلمات تانية عايزك تبقى واخد بالك منها نفس الحاله، هي صفه وحال في نفس الوقت بنفس الشكل. كلمه زي كلمه daily، weekly، monthly، yearly، وكلمه زي كلمه early. الخمس كلمات دول يا باشا بقول لك ان نفس الشكل بتاعهم صفه وحال في نفس الوقت، بس على حسب المكان.